خصصت سلطات مدينة فاس مبلغ 30 مليار سنتيم لإصلاح الملعب الكبير للمدينة العلمية الذي سيتم إغلاقه للخضوع للإصلاحات استعدادا لاستضافة نهائيات كأس أفريقيا للأمم 2025. وكشف مصدر مسؤول أنه من المنتظر أن تنطلق الأشغال بمركب فاس في نهاية أكتوبر الحالي، على أن يكون جاهزا في دجنبر 2024 على غرار المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، ومركب ابن بطوطة بطنجة، اللذين يخضعان بدرهم للإصلاحات. وأضحى مركب فاس ثالث ملعبا يتم إغلاقه للإصلاح استعدادا لاستضافته نهائيات كأس أفريقيا للأمم بعد المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط ومركب ابن بطوطة بطنجة، وفي انتظار إغلاق مركب محمد الخامس بالدار البيضاء يوم 8 نوفمبر القادم. واضطرت الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية الكبرى بالمغرب إلى تأجيل إغلاق مركب محمد الخامس بالدار البيضاء إلى غاية نوفمبر القادم، لالتزام الوداد الرياضي بخوض مباريات السوبر الإفريقي بالملعب ذاته. ويستضيف الوداد البيضاوي لكرة القدم يوم 25 أكتوبر الحالي فريق إنيمبا النيجيري برسم إياب ربع نهائي السوبر الأفريقي، مع العلم أن مباراة الذهاب ستقام يوم 22 من الشهر الحالي.